السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومستمعينا الأحبة في كل مكان، حياكم الله. وهذا لقاء جديد معكم في برنامج وجبة أفكار. ضيفي الكريم في هذه الحلقة المشهور، أو شو نسميك، جعفر السوداني. المؤثر مو حلو كلمة مشهور. المؤثر أجمل. المؤثر أجمل. احنا عندنا أنت مؤثر والله مؤثر. وين جربت تأثيرك؟ جربتها بالشباب بهواي أمور. مثلا هواي أمور ما حتى ما أتذكرها، أو واحد شوي يستحي يذكرها. يعني مساعدة الفقراء وهيك. حلو. هاي كان لها تأثير حلو بالصلاة، بالزيارات، تصحيح أكو أشياء كان الشباب غافلين عنها، حاولت أثر بها بالستوريات وأثرت بها الحمد لله، نجحت. أنا شفتك بغزة هم كنت مؤثر. أي طبعا، وأذتني يعني، حتى أذت حسابي وتبندت بس صار تأثير حلو، وفرحت إنه أنا مو مشهور، أنا مؤثر. إذن يعني المؤثر جعفر السوداني. هاي كلمة مشهور، مو يعني مشهور. احنا جماعتنا ربعنا بالجنوب يقولون شهيرة. أي، فأنا ما أحب كلمة مشهور، كلمة مؤثر أحلى. جميل. المؤثر جعفر السوداني جميل جدا. أما نجي على صناعة المحتوى، فأني يعني هم صانع محتوى. صناعة المحتوى صعبة. يعني شلون جو حطاب الأردني، شلون يعني لازم يراد لها كوادر، يراد لها هواي أمور. فأنا مؤثر، أنشر فيديوهات تأثر، يومياتك، حياتي، بس مو حياتي الخاصة. أنا كلها مو حياتي الخاصة والله بس الفيديوهات اللي عن أهلي هاي فعلا، بس هاي كلها مو حياتي الخاصة. حياتي الخاصة كلش يعني مختلفة، محافظ عليها، وأبقى طول عمري محافظ عليها. تزوجت وتوقعت أنه جعفر ممكن، أو الكثير ممكن توقعوا أنه جعفر راح يسوي هذا التيم اللي أغلب المشاهير كبز، وبعد يستثمر هذا الموضوع. لا، مو ثوبي. ما استثمرت؟ لا، مو ثوبي. لا والله أولا الدكتورة ما تقبل قبل كل شيء. زين. وأنا رجال شروقي، يعني ما أقدر، صعبة، حسة ثقيلة. بس يعني أنا أفتخر بيها دائما، أنشر يعني أقول دكتورة، أفتخر بيها. بس إنه أخذها كمحتوى هاي لا، ما أقدر، صعبة. أنت قلت شروقي أنا إيش بيدش كلمة شروقي؟ تخبر شروقي يعني. شروقي يعني ترى يعني من الشرق يعني. الله يرحمه عريان سألوه مرة، قالوا له أنت شروقي؟ كان يقولوا ماني شروقي رجال، أفتخر أقول شروقي يعني من الشرق. بس أنت تعرف أنه استخدمت كدلالة على إساءة. أي، بس هي أنا أفتخر أقول شروقي، أنا من الشرق، أنا رجال الشرق جنوب، أنا رجال عمارة سوداني، فكلمة شروقي بالعكس حلوة، أفتخر إن أنا أقول شروقي. وتفتخر بعمقك اللي هم الشروقيين. طبعا، شو ما أفتخر. مهما ترجع الشراقة مؤثرين بالمجتمع. دكاترة، رؤساء. أنا عمام 2 دكاترة، بس احنا الشروقيين نقول عمام 2 دكاترة. احنا اكتشفنا مؤخرا انه عندك عم بالحلة دكتور. مو قلت لك احنا حياتنا خاصة مناشري، انا اذا انشر حياتي الخاصة راح تتفاجئ اكثر. احنا طالعين للمجتمع، يعني للتواصل الاجتماعي، انا وعلي وقاسم، 3 اخوان ينشرون. بس بعدين قلت لازم خلينا نعرف الناس انه عندنا عمام. فعندي عم دكتور عصام السوداني، جراح جملة عصبية واستشاري بالحلة، من اكبر الجراحين بالعراق. ومعروف على مستوى الحلة والعراق وهم الوطن العربي، عندي عمليات ناجحة على مستوى ما شاء الله. وعندي عم أصغر العمام دكتور هيثم السوداني، قلبية دقيقة وقسطرة ما شاء الله. همين. وعندي 2 عمام ضباط، واحد فريق وواحد عميد. وعندي والدي مهندس وضابط متقاعد. وعندي عمتي مدرسة. وعندي عم مدرس معروف على مستوى العراق، أكثر المشاهدين يعرفون مهندس السوداني. ماكو طالب ما تخرج إذا ما قارئ على مهندس السوداني. وقلت لك والدي مهندس متقاعد، وعندي عمه مدرسة، وعندي عم معوق بس رسام، يعني الله ما أخذ منه شيء، ما طيش، يرسم برجله والله. وفد يوم أنشر اللوحات مالته للناس، وأشوفك يعني عنده لوحات عالمية، يعني رسم مو عادي. برجله مو رسم عادي، لا رسم هذا الاحترافي، يعني هذا احنا ضامنين اصلا حتى من نشر
اي فانا افتخر بعائلتي، افتخر باصلي، افتخر انه عندي عمام، دائما انا امشي واحكي بعمامي. قبل ما ادخل في جزئيه عائلتك لان هو راح نخوض بيها، بس قبل ما تجي هنا احد الزملاء هنا سالني عنك جعفر، قال هذا اللي يضحك الكذا. قلت له هو صح يضحك، بس انت اذا تعرف جعفر تلتقي به بالحقيقه راح تلقى جزء كبير مختلف تماما عن اللي انت تشاهده بالمواقع. اريد تتحدث لي عن حقيقه حياتك، شنو المشاكل، شنو الضيم، مأساة، وليش ما تعرضها؟ انت ليش باقي يعني تعرض هذا المشهد؟ سؤال والله حلو سؤالك ابو علي. اي والله. والعراقيين شابعين ضيم، اجي انا اعرض لهم ضيمي شو يصير بهم؟ يعني هو العراق المتابع شباب كبار شياب حتى اطفال حتى طلاب السادس كلها شابعين ضيم، اجي انا فوق الضيم الشابعيهم اعرض لهم ضيمي اكئبهم بالحزن. ممكن يتخيلون انت حتى ما عندك ضيم. ماكو بشر ما عنده ضيم، ومستحيل هذا اللي ما عنده ضيم هذا ماكو واحد. انت اذا ما تمر بالصعوبات ما تصير. انت عندك صعوبات؟ هواي. الاحداث قبل لا اجي كان عندي صعوبات، هواي مريت بصعوبات، وخصوصا هاي الفتره 2025 تأذيت بها اذيه مو طبيعيه، بس ما بينت هالقد للناس. تدري واحد من الاشخاص قال يعني حكايه هيك يعني بها مفارقه، قال ايش هو جعفر هم يضوج هم صار عصبي؟ لا يعني هو بس يضحك وهيك ولطيف لا ما ضوج ومونسنا. اي والله والله وايد. انا احسك راح تبكي حتى تبين انه انت ضايج. وايد كئب، وايد انعزل. انا عندي قاعده السياره هاي، انت من رابطه اللي يقعدون بالسياره بالباب؟ قبل لا اطبق بباب البيت اوصل الباب اطفي انزل الجامع تضرب الصفنه. الصفنه اللي هي تجيك بالساعه بدون تليفون، شغل باسم صوت على النص اصفر، شو يحكي باسم انا ويا باسم بسلطه. اصعد فوق؟ لا ما حتى الاهلي ما بين حزني انا انسان كتوم واحصل القلب في اليوم انجلط. حتى اهلي ما يدرون. مو زين، نادر. ايوه كلش مو زين. انا عمي قلت لك عمي دكتور، ذاك يوم رحت له فقلت له قلت له عندي الضغط ده يصعد، كان يقول لي كل شيء ما بيك بس اسكسو هاي تكبر. قلت له كوما، قال لي غلط. يعني اني افضفض بس بمكان واحد، بس بكربلاء. اقعد ايش قبال الامام العباس عليه السلام وظل احكي لحد ما تنزل الدمعه امسحها واطلع. هي سبحان الله هناك، بس انا لا احكي يم اهلي ولا يم اصدقائي. كل ذول المحيطين اللي حولك القريبين جدا، انا اللي اعرف جعفر عنده هواي قريبين جدا من يمه. صحيح. لا والله مو اهلي وكم صديق. اي بس يعني ما تتحدث لهم، ما تطرح لهم مشاكلك؟ لا بس صديق واحد يعني يضرب بهواي سوالف، مرتضى شامل الذهبي وجه له التحيه. يعني هذا يضرب 80%. وزوجتي بس بتضرب هواي امه، حتى ما اضوجها يعني مرة فوق ضيم اتضوجها همين، فحتى ما اضوجها ما احكي له كل شيء، احكي هيك طراطيش رؤوس اقلام وهي الصبر. الله يعوض، الله موجود، الله فطبطب عليه. بس يعني هو كفضفضه وهاي. عندك مشاكل واي استرحت بتشيني؟ لا لا مو انا انت هذا شغله ما سمعت معاه. هي مشكله. انا اقول حتى المتلقي ايضا يعني انت جمهورك كبير جدا ابو علي، ماكو واحد ما يمر بمشاكل، فالجمهور ممكن يتوقع هذا جعفر. وهاي طبعا هي حاله سائده بالمناسبه، انه يتصور هذا اللي ينشر حياته دا اللي ينشر الصوره الحلوه من حياته، فيتصور يصير تصور نمطي انه هذا مرتاح، ما عنده مشاكل، ما عنده خلافات، ما عنده ازمات. يتصور صحيح، هو من حقه يقول هيك. انت جايك فد رد بالستوريات او بالتعليق تشقد مرتاح مثلا كاتب لك؟ هواي واضحك من اقراها، ما جاوب انا بس اضحك اقول ما انفجرت بواحد هيك ابد. لا والله لا، مو من عوايد انا، حتى اللي يسبني ما جاوب. انا عدال النظام انه هو رب العالمين، هذا هيك طبع. هواي ناس تغلط وهاي، بس ما يعني خلي يشوفني مرتاح بعد احسن. صيت الغنى ولا صيت الفقر على قولتين، بس رب العالمين يعرف. زين، اروح للعائله. اي احلى شيء بالدنيا.
انت يعني انا هيك يعني في داخلي اقول يعني هاي مو مثاليه زياده عن لا اللزوم. لا لا ابد. قلت لك حياتي الخاصه ما انشر، بس اي شيء نشره على العائله صحيح. انا عندي العائله كل شيء. العائله حزام ظهر. وقعت وقع ب 2025 السنه راحت انه الدنيا سودت بعيني، بس اهلي قدامي كانوا. الاب، الام، خب الام والاب لا ذول شيء ثاني. والاخوان، خوات، والزوجه. يعني انا الحمد لله والشكر انا العفو الله عوضني بزوجه مثل اهلي. كنت من زمان يا رب زوجه مثل اهلي تجيني شلون اهلي يوقفون وياي وانا اوقف وياهم. رب العالمين طاني زوجه مثل اهلي. فبالمشكله الاخيره اللي وقعت بيها كلهم وقفوا وياي من الخوات. تخيل اكو ناس مستصغرين الخوات. انا عندي خوات يوقفون وياي بهاي مشكلتي الاخيره. يعني وقفن وقفه ما الزلم. عندنا بعد شروقيات. وقفن وقفه ما الزلم. واخواني خوب علي وقاسم حدث بلا حرج. يعني العائله، يعني انت اذا عندك هيك عائله ايش تتبع من رب العالمين؟ العائله كل شيء. يعوضك عن كل شيء، عن مشاكلك، عن همومك. انا ما قلت لك من اطب باني برا بالسياره ضايج اطب اشوف امي قدامي انسى الدنيا وما ابيها. هيك هموم كلها راحت انزاحت. اشوف امي لابسه شادر مال صلاه، امي ما تنزع شادر صلاه ابد. يعني 24 ساعه باكيه بالحضره لابسته. اشوف الشادر مال صلاه لابسته وقدام الوجه يضحك، هي تعبانه وراكضه بالبيت وملعوب بيها جوله، تبتسم قدامي خلاص جعفر ما بيش. جعفر اللي هو هسه الدنيا تنقلب عنده. امي قدامي تضحك شريط بعد من الدنيا يعني. ضحكت امي تسوى الدنيا انا عندي. منو اللي اسس يعني هذه الحاله اللي عندكم؟ الحاله خلينا نسميها المثاليه الرائعه الجميله اللطيفه اللي انا اعتقد اليوم عندك مليون وش قد متابع. يعني راح نطب 2 ان شاء الله. نقول ان شاء الله 2 ان شاء مليون الله متابع. 2 مليون. 2 مليون ممكن اعتقد الكل او مو الكل، نسبه كبيره منهم يتمنون انهم بهذه الظروف عايشين. شنو اللي اسس الى ان تكون عائله جعفر بهذا الشكل؟ تربيه الام والاب يحننون. يعني انت اليوم انا اجي لامي في المشكله من عم ضايج من عم، هذا عمي هيك سوى، هذا عمي. امي ما تطب عمي، لا توقف ويا عمي حتى تحنني على عمي. لا يما عمك حزام ظهرك. والله اصلا حكايه امه صحيح. اللي هو اليوم الواحد بلا عم يعني ما يسوى، بلا عمام ما يسوى اي شيء. حسيت اليوم اصغر مشكله اذا صار عندك مشكله ترجع من وين؟ قبل القانون وين تروح؟ عمامي. الواحد بلا عمام ما يسوى شيء. يعني انا اصغر مشكله حتى من اتمرض هسه اذا التحليل اسوي ما اخلي اي دكتور يقراها بالدنيا. دكتور عصام ولا دكتور هيثم ادزهم على الواتساب. فالام تحنن والاب يحنن. فالتربيه وهذول الام والاب منين جابوا هاي الامور؟ من اهلهم. يعني انا عندي بيبيتي فاطمه الله يرحمها، الله يرحمه، اسست حب العائله بينا. احنا ربينا وياها. اللي داق اسمها انت. داق اسمها الف رحمه على قلبها. الله يرحمه. اسست حب العائله بينا. هي اللي كانت تحنن، هي اللي كانت عمامكم، خوالكم، خالاتكم، عماتكم، خوتكم. فخلت هذا الترابط بيناتنا. وشفنا عمامنا قدامنا. انا عندي 7 عمام قلب على قلب. اذا واحد وقع كله توقف وياه، واذا واحد فرح كله تفرح وياه. فانت من تشوف هيك عائله قدامك فانت اكيد تطلع مثله، قابل تطلع عن طريق. وعندك ام تحنن. انا عندي اعظم ام بالدنيا. الله يحفظها لك. انا عندي شوف الحلقه. انا عندي اعظم ام بالدنيا ام علي. يعني شيء رائع، شيء عظيم. قاعد تبكي هسه هي امي؟ اي هاي راح ابكي. امي شيء عظيم. امي ما اقدر اعوضها باي ثمن على سوته ويانا وعلى ضحت هوايه. ما اقدر اوصفها بشيء ابدا. يعني عظيم الى درجه. يعني انا من اشوف امي اشوف فد منزل عظيمه قدام. امي جنوبيه بحت. هاي الامهات الجنوبيه جنوبيه بحت. قياديه، شخصيه قويه. ربت، تعبت، مؤمنه. ما تنوصف. امي ما تنوصف ابد ما اقدر اوصفها. يعني هذا المشهد اللي انت تسويه دائما الوسطاني والوسطاني كله كذب. انا يعني هذا شيء شلون نقول تحشيش ضحك. تدري هي هاي الحالة ايش قد مهمة بالتربية؟
انه الاب والام ما يصنعون اي حاله فوارق ما بين ابنائهم. لا امه تحب علاوي كلش هسه، خلينا نحكي الصدق هسه. طلبنا امه عندها علاوي شيء مقدس. الكبير هسه الكبير ايه شلون يقول ايه فتشت عيني. الكبير عندها علاوي شيء مقدس. بس هي ماكو كل يوم واحد يكره بزره. لا هو مو يكره، بس ممكن يخلق فوارق، حاله من الفوارق، وهاي موجوده يعني صايره ممكن في اكثر من حاله موجوده بسبب يرجع يجوز للابن مو للام ولا الاب. الابن هو يقرب، يعني انا يوم اذا مبتعد عني لازم انا اقرب نفسي لابوي حتى اخلي ابوي يحبني. انا عندي ابوي انسان ضابط عسكري ومهندس وعايش حياه كلها عاش الحروب كلها، فهذا يعني عصبي. انا والدي عصبي. يعني احنا هذا عمرنا، انا 30 علي 35 اختي 36. احنا ما نقدر نتنفس اذا جا ابوي. ذب يمر تسمع صوته، احترام تام إله، تام بشكل مو طبيعي. وهو هذا السبب يحبنا. عندنا ابويا صعب ان تكون صديقه. انت شوفي الشخصيه ضابط قديم متقاعد مهندس مشتغل كل الشغل وهاي، شلون راح تكون؟ بس انا قربت له، انا واخوتي صادقناه الفتره الاخيره، صار صاحبنا اللي تقربنا عليه، عرفنا شنو يريد، عرفنا شنو يحب، فهو تقرب عليه. فهو الابن اذا شاف ابوه دا يسوي فوارق، انا قرب نفسي عليه. مش عجب ما عنده صفحه بالانستغرام بالفيس؟ ما يحب الشهره يعني هو عنده بس صفحه وهميه. عنده يتابعنا فيها هيك هسه ستور ما يعجبني تدز لي على الواتساب بزعل يراقبك والله. لا انا ابوي اذا قال كلمه هو هنا انا اريد اسال هو شنو رايه باللي جاي تقدموه انتم؟ او جعفر شنو اللي دا يقدمه؟ راي والدك؟ راي ايجابي. لان انا ما ضار احد، ما عندي فيديو ضار بيه احد ولا ضار بيه مجتمع. فيديوهاتي حلوه، مو امدح بنفسي، بس ما انا اشوف انا اذا ضار احد بشيء راسا امسح الفيديو اذا اشوف الفيديو. بالعكس انا انشر الحالات السلبيه، انشر الحالات الايجابيه، انشر عن العائله عن الاهل، شيء ضحك شيء طوبر، ما يهمنا انشر شيء مضر. فهو واقف ويانا بهذا الشيء. ابقى بالعائله، انت تشوف انه مهم اليوم اوكي اكو تربيه صحيحه، اكو اب وام عندهم مركزيه القياده والسيطره التامه على الاسره، وانه ضابطين حتى كل موازين الاولاد، بس بالمقابل الاولاد وامام هاي المتغيرات الان، وانا دائما ما اقول الان الموبايل والتيك توك والفيسبوك هو يربي حال الاب والام. فامام هذه المتغيرات الطريقه المثلى للتعامل صديق الام والاب. اذا ما تكون صديق لابنك، خوان متزوج يعني وجوز ربي يعني يرزقنا، دائما اقعد ويا زوجتي الدكتوره واقول لها لازم نكون اصدقاء، لازم نكون اصدقاء لاطفالنا. مثل ما هسه علي السوداني اخوي صديق ولده ادم وفوفا بنته، اصدقاء. انت بهذا الوقت مو مثل قبل انا وانت شو احنا كتبنا ببعض، صح ولا لا؟ بس هسه الوقت غير. فانت شلون تربي ابنك؟ صير صديقه، حتى من يطلع ويطب تعرف وين رايح، تعرف وين جاي، حتى يجوز تطلع وياه، يجوز تطلع وياك يم جماعتك يم اصدقائك، حتى اذا بنيه صير صديقه، صير صديقه وحبيبه، حتى تتبع على احد ولا تتبع على شيء، وعندها الاب هو يكون سنده، خصوصا البنيه صير صديقه وحبيبه ويك يعني وياها دائما. لبسهم، خاويهم، صادقهم. فانت افضل حل للتربيه الحديثه صداقه الاطفال، يعني ابنائك. اذا انت تريد توصل لهم، توصل لقلبهم وشنو بيهم من المشاكل اللي تعوفهم، كان ضايق كان حزين كان بشيء لا تعوفهم، صير صديقهم. انا اتوقع هذا افضل حل التربيه، انه الاب والام يصادقون اطفالهم. بالمقابل العلاقه مع الاخوان تخبل. يعني هني انا عندي اخوان احلى شيء بالدنيا. تخبل يعني من انا احلى تروح هي انا اريد افهم انه انتم الصدفه اللي خلقت هذه العلاقه، اكو اساسات معينه تحركتوا باتجاهها؟ انت بعد ما طول تتبع اهل البيت، انت راح تكون عائله وتكون اسره تخبل، وعندي صعد اخوان تخبل، لان هم مثال وقدوه نقتدي بها. ابسط مثال معركه الطف، علاقه الاخوان بين الامام العباسي والامام الحسين.
سلام الله. ضحى بالغالي والنفيس الإمام العباس على مود الإمام الحسين وعائلته، صح ولا لا؟ هذا أفضل مثال نقتدي به إحنا. فأنت شلون أنت تقتدي بهيج شخصيات تابع لمحمد وأنت ما عندك علاقة بإخوانك؟ أنت ما تقتدي بهم، أنت مقتدي بهم بس بالاسم. فأنا ما طول مقتدي يسمعون كلامي ممكن. ها؟ أعطيك الوجهة نظر الأخرى، يقول لك ما يسمعون كلامي. إخوان؟ اي ما ياخذون بكلامي، ما ياخذون برأيي، يستصغروني، يقللون من قيمتي. هو الكبير الى مكانته، والوسطاني الى مكانته، والصغير الى مكانته. احنا نحكي مالاتنا. جيد. الكبير الى اسمه ولا حكمه بالبيت ولا كلمته بالبيت، يستمع من عند الوسطاني والصغير. الوسطاني ما له شيء بالبيت. رجعنا هسه. والصغير يعني انت، انا اليوم عندي علي، انا وعلي نفس العمر، عشنا صداقتنا، طبقنا، طلعتنا سوية. بس علي اذا قال هسه حاليا شيء بالبيت يتنفذ بالحرف الواحد. الاحترام الى مكانته. واذا قال لك اول واحد يسمع كلامه انا، جعفر هاي سيارتك غلط تجيبها، رجعها. جعفر هاي اسمع كلامه، حتى اذا منعني من السفر من مكان ما اروح. كبير. اكو اخر ممكن يقول لك مو انا، هذا الكبير هو ما عنده تشخيص صحيح، حتى اذا ما عندي شخص صحيح. رأيه ممكن مضطرب، ممكن يضرني هذا رأيه. لا، وهذا صارت حالات كثيرة انه الاخ الكبير ما اتوقع هو اللي يعني اذا رأيه مضطرب قاعد اتناقش وياه. شنو اللي شفت الشيء غلط بهذا المكان؟ مستحيل انه هو كبير بالعمر ما عنده بعد رؤية. وانا اكو فد مرة من المواضيع، هي المشكلة اللي صارت لي قبل تصير المشكلة، جاني علي نبهني عليه، انا ما ادري بالمشكلة اصلا. قال لي، قلت له لا انت كلامك غلط. قال لي زين راجع، طلع كلام علي كله صح وانا غلط. كبير بالعمر، فرق يوم، عقله كبير، صح ولا لا؟ فالكبير له رأيه ولا حكمه ولا كل شيء. والخوات الله، شوف ابتسمت. الله، ما ابتسمت بقد ما ابتسمت العلي السوداني اللي 24 ساعة وياه. بالضبط 24 ساعة وياه الخوات. الله، شايف الحمامة، هاي حمامة السلام. خوات حمامة السلام نعمة من رب العالمين. السنة الثانية بعد الإخوان، شيء كبير الخوات. الحمد لله وشكرا الله معوض بخوات يخبله درب. الله يحفظهن لك. اي والله. يعني انت قلت لي بداية الحلقة قلت انا مؤثر، صح؟ انا اريدك تأثر الان بحديثك عن الخوات لكثيرين من اللي عندهم مشاكل ويا خواتهم. لا. كثيرين اللي عندهم خلافات، اللي ممكن يضربوهن، اللي يعتدون عليهن، يسيئون عليهن، يقللون من قيمتهن. هواي. لا الخوات فايدك تكون مؤثر في هذا الوقت. البنية ما تنضرب، حرام تنضرب البنية. حتى لو زوجتك مو الا اختك، حرام تنضرب. حتى وين عندها اخطاء تحاسبها على الخطأ، بس بدون تضرب غلط. حرام. والرسول عنده حديث بس ما ذكره، انه البنية تدخلك الجنة. اي والله العظيم. والبنية حمامة، ايش حمام السلام. انت اذا تحافظ عليه تبقى حمام السلام. ليش قلت لك تذكر قبل شوية، قلت لك التربية خصوصا اذا بنت صادقة تكون صديقتك، ما راح تبغى على احد غيرك، راح تكون انت حبيبها الاول والاخير. حتى اذا تزوجت بنتك راح تبقى تبكي عليك وتنوع عليك يوميا ذيك، بس صادقة. وعلى الخوات نعمة، الخوات سند. يعني أنا عندي خواتي سند. أنا عندي أختي الكبيرة صح لها أمي الثاني، أصح لها أمي. أنا أختي الكبيرة صح لها أمي. كلش قد تتواصل وياهن؟ يوميا، كل دقيقة، كل ثواني تتواصل وياهن. خواتي اي ما أعوفن والله تعم عيوني إذا أعوفني، ما أقدر بليان. يعني ما أقدر بليان. قبل لا أجي، قبل شوية كتبت له أختي الكبيرة وضحكت وياها، ما أقدر بليان. تروح لهم للبيت؟ يومي خابرها له مشتي فلان اللي انا بصفك هم قريبين. لا مو كلش والله. وخواتي خواتي يعني عندي 3 خوات، خواتي البقيه ويانا بالبيت 24 ساعه، منها ضحكه والشاقه، صادقا كلش. وما خلا يعني ما نخليهن يحتاجن اي شيء. انت البنيه لا صادقتهم تخلي بعد ما تبغى، بعد ما تخالفك بالراي باي شيء. اذا تعرضت العائله الى مصدر خارجي اللي هو النفاق، ودخل النفاق، دخل الشيطان،
وهذا صار هواي صار. مو فلانة جتي نقلت فلان هيك قالت هيجي سوت هيك كذا، أو المصدر الآخر الخارجي واللي ممكن يكون هو داخلي المال. وهذا أسوأ شيء ممكن يكون به الخلاف، اللي هو على الفلوس وعلى أموال وعلى أعطيني أعطيك أقرضني أطلبك هالقد هاي التفاصيل. وصارت قاتل ومقتول بين أخو وأخو. عبر هذا السؤال ما جاوب عليه، ما صار خلي عبره بس ماكو مصدر خارجي في نسمي خلينا نقول النفاق يعني. إذا صارت موضوع فلوس أثر عندكم؟ لا يعني ما اكو تأثيرات خارجية تصير طبعا، بس ما توصل موضوع فلوس. مو لا عوف الفلوس اي موضوع خارجي شلون تتعامل العقل السليم. انت شغل حكم عقلك. انا عندي اب عقله كلش كبير يقدر يستوعب كل مشاكل الدنيا ويحلها بلحظه. يعني هو احنا اذا صيحه عيطه بالبيت اجى الوالد ضبط الايقاع، خلاص رتب الحكي، كل من يروح المكان يلا. ثاني يوم نشوف الخلافات اللي عندهم خلافات بين مثلا انا وقاسم، ثاني يوم شفنا قاعدين نضحك ونشاغل. قلت لك يرجع للاب والام. اي تاثير خارج هاي يقدرون الاب والام قبل طرد التاثير. طبعا هنا انا اصلا جبالي يقول لك والمنفصلين ذولا شلون؟ الاب والام منفصلين. وايد ناس تحكي يقول لك انا شلون شو اسوي؟ الله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم. بسبب اريد اقول يعني غباء الطرفين اللي انفصلوا، ما فكروا بالطفل او البنيه او الولد شنو وين راح يتوجه، وين محله، ما شاء الله عقلهم ما فكروا، ويصير مشاكل بالعوائل. بس تعذرهم انه اذا ممكن اساءوا التصرف هنا او هنا؟ اعذرهم، اي واحد اعذره، لان الاب والام ياثرون، لهم دور كلش كبير. زين. يقابل ذلك كله انا تذكرت اكو عندك فيديو انت ناشره عن واحده من خواتك، ناشر عن ضريره يمكن. ضريره ام امير. لا مو ويا ضريره، قصيده باسم او شنو قصتها؟ لا مو ضريره. يعني عين اليسرى تعبانه، يعني نسبه النظر بيها صفر، بدلنا لها عدسه وعينها اللي يبنى هم من إلا مناظر يعني. واتمنى تطيح عينها، لو بيدي اكو دكتور يقبل ياخذ هاي العين تطيح مام. هاي عندها ولادين من الولاده، ومن كبرت عانت اكثر، تزوجت وهي عانت اكثر، بعد قامت تفقد البصر اكثر، فوصلت مرحله انه عين اليسرى انه تعبت كلش، وبدلنا لها عدسه وما فات. يعني هسه حتى نشوف العدسه مبينه بعين مبينه عدسه اكو، نعباك عين اصطناعيه، والعين الثانيه النظر بها الا مناظر يعني هيك صاير شعب استكان يعني من نظرها. بس الحمد لله واشكر انه لا هي عايفتنا ولا انا عايفه، وهم رجلها واقف وياها بالصغيره وبالكبيره واطفالها ورده. ف تاذيت عليها انت يعني؟ لو بيده طيح عيوني. ورحت للدكتور وقلنا له انا وعلي وقاسم توسلنا بي، نقول ماكو قرنيه شيء ياخذ، ما راح نمرض نشوف، بس ما صار. اسال الله يمن عليها بالشفاء. الحمد لله والصحه ان شاء الله يا رب. بس اريد اروح الى جزء اخر من حياه جعفر وحتى استثمر تاثيرك في العلاقه الزوجيه. انت ذكرت البيت لا لحظه، انت البيت هو نفسه بيت الحجي والحجيه، هذا باقي البيت. البيت هاي الغرفه خلينا لا البيت هو شنو البيت؟ يعني مرات ينتقدوني بالانستغرام. اي جعفر انت كاتب شنو تكتب البيت؟ ما تستحي مو عيبه كلمه رجعيه قبليه يا ابا. هو انت كابو علي اي تطلع بالشارع افتريت تاليتك وين ترجع؟ بيت. وين مكانك؟ مردك وين؟ البيت لو مو البيت؟ اي البيت مو المكان اللي يدفيك الدنيا مش السقف. اي فاصلا تفرح من اقول البيت. ورغم زوجتي دكتوره
ابد مضوج من هاي الكلمه. انت كاتب على اسمها بالموبايل شنو؟ بالتليفون البيت والله وبالانستغرام اقول البيت والله مرات اكتب دكتوره وهاي، بس هي يعني البيت ماشي البيت. صار لك سنه متزوج لو اقل؟ لا خاطب سنه، وكزواج 5 اشهر تقريبا. 5 اشهر. 5 اشهر. شنو اللي فهمته الان من علاقه الزوج والزوجه من ناحيه بشكل عام، اللي فهمته من هذه العلاقه؟ علاقه حلوه، زواج حلو والله. زواج حلو. زواج حلو صح، يخنقك، دومنا ماكو، ننوسي ماكو، بس بكل اسبوع مره ما تتاخر البيت. احنا الساعه بال 11 لبس بجايم توزعون بعد؟ ينزل اوردر. انزل اوردر مال بجايم خلاص. قبل ماكو 11:05 قبل بال4 ارجع البيت. 11:05 اذا ارجع ب3، ذاك يوم رجعت ب3 قلت لها مات وقالت هي. قلت له احنا اسفين يا صلاح. لا قلت لها مات، لا قلت لها مات، لازم اطب السيناريو. طب مات، وانا طبيت ايش مقهور منو مات؟ قبل لا اقول مات كان تحضرت تحكي. كنت ادوشش بالصديق كفت العيطه من البيت وبيت تعال قنع وسولف وحكي وما ادري شنو. اللي فهمت انه مضايقه. لا بالعكس مسؤوليه. لا ما تظل تبقى الاربع بالشارع وتقعد ب 12 بالظهر للنوم. بالعكس انا هسه مرتاح. بس هسه بس قاعد طول البيت 11:05 زين. حتى اللعبات جايبوها بالبيت. بعد كمل. انا جاي قهر عليك هسه. اي كمل. لا يعني والله يعني انا احس استقرار زين. انت طبخت لو بعدك؟ صدقتك وجبات داد سباكيتين دوم، احنا كلنا ندوم ناكل وكلنا مخلصين كنا يم امي حتى مسواق من السوق. انت قبل ما تشوف الفيديو مالتك اللي تلم بيه مسواق من الثلاجه، هذا حقيقي، هذا مو كذب. والله هي ما تقبل، ما تقبل السوق. والكفه حقيقيه. اقول لك ابوي لحد انا كفق بيه. مو قلت لك احنا ابوي يعني مطيه كامل احترامات. انت بيتك قريب كلش بالحديقه مطيني 25 متر كور مال دجاج والله. وسطاني بعد ما ننام بالطول، ننام كله بالعرضية. وسطاني. هو انا علي يسرى علي بيت يعني. زين. انا بالحديقه. قاسم وين؟ قاسم فوق. مسوين هيك يعني محاطين امه. عايش تيتكم. ايه. اللي فهمت انه هي مسؤوليه. الزواج مسؤوليه، اذا انت مو قدرت تقرب له مسؤوليه، تحافظ على عائلتك. انا انت تقول لي جعفر ترجع من وقت. ابو علي تحافظ على عائلتك من ترجع من وقت، تحافظ على زوج لانه يحتاج شيئاتين انت لازم موجود بالبيت. انت ممكن تعوف زوجتك ل 11 عفوا 3 4 غلط يعني. اكو ايام الخميس جمعه بس مو كل الايام تعود هذا الشيء غلط. هي مو بس اذا احتاجت، هي ممكن اذا ارادت تسولف وياك عافيه تريد تشوفك سولف. وهي خطيه يعني متعبه الدراسه مال طب الاسنان حيل، فتحتاج تفضفض وتسولف. قبل واحد قاعدين احنا نجص والدنيا محترقه، كنت خلفه ما تجص، خلفه ما صرتي والله تصب الاسنان ترجع لي ورا. فلازم اكون موجود يعني بالعكس المرة اذا شافت رجلها يمه موجود تحس بامان، سند، شخص تفضفض له تسولف وياه. احلى شيء بالدنيا يعني من نشوف زوجه موجود. انا ما اريد احرجك بسؤال يعني شويه. تفضل ابو علي، الدنيا حرقت. بس يعني شخص مؤثر مثل جعفر الانستغرام مالته ممكن يكون خطر، الواتساب مالته ممكن يكون خطر، المازنجر مالته ممكن يكون خطر. مازنجر ما عندك؟ فيسبوك ما عندي. تيك توك اي تيك توك يوتيوب. وسائل الرسائل ممكن تكون خطرة. لا يعني ممكن تكون خطرة. مؤثرين صارت. انا ما اجاوب على الخاص يعني. هذا حتى شباب مو يعني قصة انه اخاف، لا انا ابد. وانت اذا تبني ثقة انت وزوجتك بعد مستحيل يقوم يدور وراك. ثقة تسوى الدنيا وما بيها، فالحمد لله اكو ثقة. شكل هتفكر زين شكل العلاقة برأيك اللي شفته واللي فهمته، واكيد تجربة اخوك وتجربة خواتك يعني استثمرتها واخذت من عندها الاشياء الايجابية، ان تكون علاقة بين الزوج والزوجة علاقة اصدقاء، رفقاء، فقط حب، مثالية.
انت اذا ظلت تدعي بالزواج علاقة القائد مع الجندي. خلي احكي في النقطة مهمة. امم اكثر العلاقات الموجودة بالانستغرام حاليا هاي علاقات مزيفة كذبة. الكابلز على مود ياخذون فيو مشاهدات من الناس. بعد الفيديو شنو؟ بعد الفيديو شنو؟ اكو مثالية جاي يصنعوها بالانستغرام مو طبيعي، جاي تاثر على الزواج. مثالية. بعد ذاك يوم اكو فيديو تحياتنا لو مصطفى خطب من قضاء الدي جي صلاح الدين، صارت ضجة على الفيديو مالته. طبعا انا مصطفى وعدت بدله وان شاء الله راح اجيب له ارقى بدله. صارت ضجة الناس متفقدة هاي البساطة، هاي ما مشبعين بالبساطة. شبعنا مثاليات، صار لنا 4 سنين تنقنا مثاليات، وهذا الشيء جاي تعكس على العوام. انت وبوك يا ورد والايربوت والسماعات والمدري شنو، مثاليات زيادة عن اللزوم. تنقنا مثاليات. تزعجك هاي انت؟ انا اتخبل من المثاليات. اسوأ شيء بالدنيا المثالية. انا اكون على طبيعتي. انا حتى من انشر فيديو على انستغرام اذا على حياتي انشر طبيعي اللي انا عايشه انشره، ما استحي. يجي واحد نمر على بيتي، يعني مثلا يحش على بيتي، حشش في سقف ساتر عليه تسوى الدنيا ما بيروح تنام. او انا بيتي لحد ما مكمله، لحد ما ناشر احكيها هسه اول مره احكيها. بيتي مال الزواج لحد ما مكمله بيكون قصر على قد حالي ودابي شوي شوي. والله مو على مود اكمله وعن طلب واتاذى عن مود ابيع مثاليات. بيتي هذا غلط. احنا مفتقدين البساطه. شعب من هالقد ما مفتقد البساطه عندهم الفيديو مال مصطفى سوى ضجه. اكو مثل مصطفى هواي خاطبين بس يستحون ينشرون فيديوهات. صح. يقول لك خاف الناس تشوفني فيش. وبن عم مصطفى 7 نشر الفيديو حتى يرجع الناس للبساطه. وفعلا هواي ناس رجعت للبساطه. ورا فيديو مال مصطفى شفت عشرات الفيديوهات الشباب نشرت وانا اعلق لهم واكتب لهم نشروا تستحون من الناس. خلي الناس ايش تحكي خدك. تدري انا هسه جبالي يعني اشوف او شفت اكثر من مشهد، يعني شباب او شاب هو في يوم عقد قرانه ومبين هو الولد بسيط ومبين منطقته بسيطه وظروفه بسيطه، بس هو مسوي كل الاشياء اللي شايفها عافيه. فتشوف الماده طالعه بطريقه غلط. هذا الغلط. اني يعني انا احنا عيش حياتك. كممثلين لازم نحكي. اكو ممثلين حكوا وكلش حبيتهم من حكوا، اصدقائهم هواي حكوا بهذا الموضوع. عيشوا عيش حياتك نفسها. انت لا تقلد المشهور. المشهور ترى هي مجرد 30 ثانيه 60 ثانيه ورا الفيديو شنو. يعني انا ورا الفيديو شنو. ترى انا اليوم لازم تليفون هيك وشفنا الطلاقات. بعد ازل تليفون اضحك هيك اضحك وراها ارجع هيك. لا 30 ثانيه كذبه. فعيش حياتك مثل ما انت. اليوم انا اذا جاي لا تخلي هذه المشاهدات اللي تشوفها تاثر عليك، تونس بيها على اختياراتك، على شكل زواجك، حتى على اختيار زوجتك. هواي ناس غير افكارهم. يعني كان جزء بباله غير افكار، شاف الفيديوهات لا راح غير افكار. وهواي بنات كانت تقبل يعني بخطوبه وهاي لا الا تسوي لي فلان فيو فلان مكان. هذا الشيء اثر ورتل مال تاهوات اثر على المجتمع. و15 واحد يتمشون اللي قدامهم. قل لي هذا العريس الله يسعدك قد راح يصرف من يشوف هيك. لازم اسوي مثله. هو بس المصور واحد قد ياخذ على ورنا. فمصطفى سوى ضجه بالمجتمع هاليوم، خلى الناس ترجع لبساطتها. بعد قلت لك انا ورا فيديو مصطفى شفت عشرات الفيديوهات ناشرين خطوبتهم عاديه وبتليفون، حتى مصورين باي تليفون، قاعدين بيت عادي، لا اكو زرواقه لا اكو شيء. البساطه حلوه. البساطه تفوز. احنا شعب متعطشين للبساطه للاسف. لذلك ما اشوف جعفر السوداني حاضر ب 90% يمكن 99% من الايفنتات الكبيره. جعفر مؤثر كبير، اغلب المشاهير متواجدين بصفحته. جعفر لا لقيتك بقريه دجله، لا لقيتك بالهلال الذهبي، لا لقيتك بالهلال الفضي، لا بالطرقاعه، لا بافتتاح مطعم، لا افتتاح كذا، لا امسيه لا ما كلش ما. انا زوجتي من طب مطعم وعلى البساط الاحمر تتمشى وتكتب ما لا ماشي. ليش تكذب عليك؟ ماشي انا مرتضى رايحين بوقته كرموا لي وعيب مع الطوبه. لين في شيء على الطوبه اروح اركض. اي شيء على الطوبه اروح اركض. انا احب الطوبه. انا افتتاح المطاعم والكوزمتيك ما احب يعني ما احب. جايتك دعوات خير من الله يعني ما مستحيل ما جاتني دعوات. هذا اقول لك انا زوجتي من رمضان لفت فلافل بالسياره قطيت بيبسي حياه.
والله حياة ثانية. ولو مطعم شعبي نقعد يعني. ليش ما تروح؟ ليش ما تروح؟ أرد أعرف. ما اقول لك بس يعني الله يزيدهم ويرزقهم المطعم. انا ما احب. انا ليش اقعد هاي قاعده بالمطعم واخلص بيها وقت في الساعه ساعتين وانا ما مستفاد شيء. ليش ما مستفاد؟ مش مستفاد ماديا. ها ماديا شنو ماديا؟ قصدك بالايفنتات هاي. بالإيفنتات؟ اي هذا الجروب مال المشاهير اللي يفتر على على المطاعم وعلى هم مجموعه والله هم هوايه ما شاء الله. لا انا بس اريد اعرف انه انت ما احب. راح اجاوبك. وعرضوا عليك هواي وانا ما احب. بالرغم من انه باستفاده ماديه. باستفاده ماديه بس ما احب. بيه هواي خير من هذا باستفادات. الله يزيد اصدقائنا المؤثرين والمشاهير ان شاء الله. انا كل شيء احب يعني اصدقائنا يستفادون. ترى اغلب المشاهير هم رزقهم على مواقع التواصل. تمام طبيعي. يعني مو اغلبهم ولا يجوز اكثر. هو صار مصدر رزق. صار مصدر رزق. الله يرزق. انا افرح من اشوف اي مشهور اي مؤثر راح بافتتاح مسوي له براند يسوي له اعلان. اكيد اقول هذا جهد شاب عراقي يتعب على نفسه. بس جعفر انت ما استثمرت تاثيرك بالاعلانات مثل مو لا انا مسوي اعلانات بس يعني اسوي الاشياء الحلوه اللي اشوفها تفيدني منظرني. اللي انت تقتنع بيها. اللي يعتبره سيفي بحياتي. خافت اجرك عالي. لا عفوا السؤال قلت لك. انا يعني لا قلت لك اختار الاعلان المميز حتى يصير سيفي. انا حبيت انه يوصل لي سيفي بحسابي انه هذا سيفي جعفر سوى هيك سوى هيك حتى يصير سيفي بحسابي. وانا هم عندي رزق الخاص مستثمر المكتبه مالتي فاستعمل اعلاناتي للمكتبه سوي فحلو. انت من رابطه اللي مقتنعين وبرزقهم وماكو امل ان يطورون اكثر ما يريدون يطورون اكثر مكتفين بهذا القدر. واكو فرق بين المقتنع برزقه وبين ما يتطور اكثر. طبعا هنا هو هم ينقسم. اكو رابطه انت المفروض تقسم نصها الرابطه. لا هسه جايك ساحوضح لك اياها. مو انت اذا تجمعهم اثنيناتهم لا غلط. هسه جايك. انت مو اكو فئه هوايه وانا اعرفهم هوايه اصدقاء معارف كذا وتجوز تعرفها ايضا يقول لك انا هذا راتبي هذا مصدر رزقي كافي ما اريد بعد اكثر. واكو نفسه يقول لك انا هذا رزقي بس اريد اطوره اكثر. القناعه كنز. زين. القناعه كنز لا يفنى ابد. انت لو اذا تكون قنوع. انا سيارتي عاديه كلش انت شفتها. اكو اصدقائي غير مشاهير سيارتهم بصفطوا يعني نمشي اصدقاء كلش. سيارتهم احدث من سيارتي باضعاف. اضوجاني لا خلاص. انا مقتنع سيارة توصلني وتجيبني كلش كافي. مكتبتي بيها رزق دي يجيني معده مقتنع دي يسد حاجتي مصرف اهلي مصرف العفو مصرف زوجتي زايده ناقصه مقتنع به. بس نفس الوقت احب اطور شغل. اليوم احنا اذا نبقى نفس الدوام ندور ايش راح استفاد انا؟ راح اضل بهال 25 متر هاي بالحديقه بس لا اذا اطور من الشغل اطور من رزقي ورب العالمين يعطيك عقل انت لازم تطور نفسك. بس مو تريد قبل شفت قبل انا والله هيك جو لا لازم اعبر. لازم شويه لحد ما توصل للقمه والله يوفقك. زوجتك الله يحفظها بعد كم سنه تكمل تتعين وصير راتبها خير من الله. ما عينه عياده. ليش عقد وليش دوله وليش تطلع مظاهرات عياده تروح. انت لازم ضد التعيين؟ تعيين يعني هذا ترى قيد. ايوه احكيه. اي تعيين قيد تعيين حكم. يعني شلون الساعه كنت موظف سابق؟ كنت موظف. انا موظف وزاره النقل 2016 17 18 19 موظف بوزاره النقل. بطلت بال20 يعني بزمن كورونا هيك. تعتبر التعيين مشروع فاشل؟ هو شو مصدر رزق للناس ترى. يعني انا ما اقدر اقول فاشل بس انت ما تطور من نفسك اذا انت بتعين. ما هذا حدك تعيين خصوصا لو دوله هذا حدك. طيب شلون راح تطور من نفسك هسه انت لا متعين؟ شلون تقدر تطور من نفسك؟ راتبي 2,000,000 وبعدين بهاي المعيشه الغاليه هو الحق اطور نفسي ورايك؟ لا. الحق اشتري بيت ب5 سنوات؟ 2,000,000 يعني بالسنه ايش يطلب لك 24 مليون 5 سنوات. شو تلحق ما تلحق على قطع الاراضي غاليه ما تلحق. لا باطراف بغداد مثلا 1,000,000. احنا غير نحكي واقع. زين
انت لازم عندك مشروع، لازم تستهدف الناس بمشروعك. انت اذا موظف وراتبك مليونين، يعني قلت لك هواي ناس عايشه على الوظيفه. اي بس هواي ناس عايشين بوهم ايضا اللي هو انا لازم اتعين. هذا للاسف. يعني انا يعني هو ما يفكر حتى ما احب اتدخل بالسياسه ابد. يعني انا كل شيء احب السياسه، بس ما احب احكي بيها الناس. زين. انا اذا احكي بالسياسه لا اجوز ثاني يوم سلم لي تلاس. لا تلاس. بس هاي مو سياسه. احنا ما بعد 2003 وهم الناس بالتعيين، والسنوات الاخيره اثبتت العكس. والسنوات الاخيره ثبتت العكس. راح اقول شلون من 2003 لحد 2014 المتعينين بالعراق اعداد لا تعد ولا تحصى، من عسكريه، من موظفين دوله. بس وزاره النقل اللي جيت فيها كانت تستقبل بالسنه مثل كذا 1000 موظف، ومو عقود ملاك. وهو الناس بالتعيين. انا اتذكر تخرجت من السادس 2013، اول حكايه بلساني كان شنو؟ اريد التعيين. ما اريد مشروع، ما اريد محل، اريد التعيين. وهموا الناس بالتعيين، خلوا والناس هم توهمت هي نفسها. هو الناس نفسها توهمت بالتعيين. اي الناس يقول لك انا يعني اروح لفلان كليه إيه حتى احصل هذا التعيين. يعني انا مع القطاع الخاص قلبا وقالبا، مع القطاع الخاص، مع المستثمرين. يجي مستثمر يطق له مشروع ويوظف له كذا 1000 موظف وراتبه زين، مع المشاريع الصغيره قلبا وقالبا. حتى لو تشمبر. وش بيه تشمبر بالكاظميه؟ رزق حلو، خبر رزق. انا كنت اشتغل بشمبر بالكاظميه، تكرم ابيع نعل، شحاطات، نسائي. ايش بيه تشمبر؟ ما بيش رزق. اي وين ما يكون رزق اروح له، وين ما يصير. المهم لا تربط نفسك بالتعيين ابد. يعني نصيحه للشباب مستقبلا اللي راح يتخرجون من الكليات، ولا وين لكم بعد التعيينات، لانهم بعد شافوا الفائض اللي يصير. قبل ما هسه تو بالكليه فكر لك بالمشروع، فكر. يقول لك ما عندي راس مال. طبعا هنا انا اقول لك ما عندي راس مال، ابو اللي يفكر راس مال يكون كذا $1000. لا يعني هسه انا ببيت مكتب ترجع عندي راس مال والله كان 6 ملايين، دفعت ايجار 2,000,000 والبقيه اشتريت بيه مسواق وعليه اجل ظل بالسوق وتسديدات من لحد ما الله وفقني والمكتب انعرفت على مستوى العراق. بعدين جاء السوداني ساندني انه خلى ملازمه يم بالمكتب وهيك، واكو هواي المكاتب اتطورت واحد. فانت بدي مشروعك انت نجحه. هواي شباب انا اعرف شباب، اكو واحد اسمه عمار، تحدثنا عمار الزبيدي من قلاده، بيجي قلاده. عمار هسه اقوى بيج بالعراق، يروج قلاده، عرف شلون يستثمر. بيجي قلاده، شفت قلاده فضه حاليا اسمه قوي بالبيجات. هواي مشاريع مو الا انت، هو شويه حتى لو تشمبر وبعيد تصعد. المهم لا يرهن نفسه وطموحه. دمار التعيين. فانا قلت لك يعني الدكتوره شغله تخرجت تكمل مهنتها، يمكن اعتقد 2 مو لازم وراها تروح عيادات وهيك. وراها عياده بشكنمه بالكاظميه بالمنصور، والسلام عليكم. ويجوز ما تقبل. شو تريد تعيين؟ ممكن لا تريد. انا وقت ما بقى عندي، فاريد اجابه واضحه، لان هذا الموضوع اعتقد جعفر السوداني افضل واحد راح يجاوب عليه. انه الوظيفه والمراه والاطفال، هذا الثلاثي برايك يجتمعون؟ خير سؤال صعب هذا. لان الوظيفه تاثر على المراه لو ما تاثر على الزوجه. طبعا يتحدث يعني الزوجه راح تتبهدل، تتعب، والله يكون بعونه. تدري شنو المراه؟ تقعد بالبيت معززه مكرمه، والرجال غصبا ما عليه وعلى شاربه يطلع يجيب مصرف ويرجع للبيت يقول هاج، وروح يسوقه وروح يصرفه وروح يطلع. غصبا ما عليه. انت متزوجت، عندك مسؤوليه تصرف عليها وعلى اطفالها وعلى بيتك. انا برايي هيك. يعني انا اليوم انا زوجتي دكتوره، انا دا اشوفها تتعب طبعا وانا رايي هيك. يعني انت رايك هيك وانا رايي هيك. انا زوجتي دكتوره، قاعد داوم بالكليه، انا اوصل الصبح وانا ارجعها، ترجع من الكليه بمحاضرات انقار عليها، والله انقار، يعني كل شيء انقار عليه. ودائما وتعرف هاي طب اسنان ومدنقين وعيون وما ادري شنو،
فشوفها تعبانه دائما اواسي. كيف الحال بعدين ممكن راح تساعدها الدوام وترجع دوام. نوم العياده، فهنا نجي الاطفال ذولا شلون وضعهم؟ فلذلك اقول اذا يعني جمعنا هذا الثلاثي، الاطفال، الابناء، والزوجه، والوظيفه، مع انه انا اجمع الاثنين، اقول المراه او الزوجه والوظيفه ضرتان لا تجتمعان. صعب تحقيقها في تحقيق اسره. هذا طبعا تحياتنا وحبنا واحترامنا لكل الموظفات في كل العراق، بس هن ديعانا والعائله جاي تعاني. بس مو تختلف من مره لمره. انا مقدر. انا عندي خالتي كانت مدرسه كبيره بالعمر، عندها 6 اطفال، بس اتذكر مش تروح اشوفها بالبيت، ترجع من المدرسه وراء البيت والله تتعذب عذاب. بس هي بعد احنا عندنا نسوان يحبن يشتغلن، يحبن يجيب المصرف وهاي. بس انا قلت لك برأيي الخاص، الرجل هذا رأيي ما افرضه على احد ابد. وحتى على زوجتي ما افرضه. انا زوجتي اليوم اذا تخرجت وباكر للتعيين او عياده، غصبا ما عليه يسوي العياده. هذا رأيي، شهادته تعبت 5 سنين دراسه وراء 2 سنين شغل حتى تجيب الشهاده، لا غصبا ما عليه يفتح العياده. هذا رأيه، وهذا الرأي حتى اهلي قالوا لي اول ما تخرج تريد عياده سوي عياده. يعني احنا صح احنا ناس شروقيه وهاي، بس احنا ترى عندنا المرة تحكم الدنيا. والله العظيم خاف بيكم جينات فارسيه وما ادري. احنا عندنا المرة تحكم الدنيا. لا بعد لا ترى العمارشيات اي اكيد يعني وضح والله يحكمون وين عمرا والله. بس هو على اعتبار المراه الفارسيه دائما تكون هي المتصرفه. لا احنا بعيدين، بس القصد انه اقول لك احنا عندنا مرة ثانيه وتمام. احنا عندنا شلون احنا نقول ابو مرتي. بس انا برايي الخاص، قلت لك برايي الخاص، كرايي الخاص ما فرض على احد ولا عدت على زوجتي، انه اني كرجل تزوجت وبالزواج تعهدت لها اول ما خطبنا انه اني يابا ما تحتاجين لاي احد بشر بالدنيا بس يعني الا اللهم يعني الله ياخذ امانته، صح ولا لا؟ انه انا غصبا ما علي مسؤول عنها وعن مصرفها، مسؤول عنك وعن مصرفك وعن اطفالك وعن بيتك وعن اي شيء ما تحتاجين. يعني ايش ما تروح لا ابنه ولا يسره ما تباين على وحده. واذا اللي وراتبك الك، وراتبك الك حلو، حتى الراتب اللي طواطيك. انا هيك قايل وارجع اوصل على الكلام انه انت اذا ردتي شبك لبك اجيبه، حتى لو اضطر اشتغل فوق الشغل شغلتي، انه ما تخلي. هاي اهم نقطه حتى تاخرنا. اهم نقطه هي انه انت اذا تريد حياتك سعيده انت وزوجتك تخلي اصبع على واحده او صغار من واحده. انت من وحدك من ذاتك كرجل شجاع، حتى لو الله يعني صح يعني ما يجوز رزق وهاي انه كل من رزق وهاي، بس ما يخالف عوضه باشياء بسيطه. اذا انت رزقك محدود واذا انت رزقك وفير عوضه باشياء كبيره. بالمقابل انت من راح تسوي شيء ويا زوجتك، هي راح تعوضك ببيتك وبأطفالك وكل شيء. صدق هذا الشيء يأسس علاقة حب وصداقة بين الزوج والزوجة ما بيها خراب أبد أبد، ما بيها خراب. إنه ما تخلي زوجك تباع على واحدة. لأن الرجل إذا كانت زوجته هو وياها في أعلى درجات الاتفاق والوئام والاستقرار الأسري، وأعتقد حتى هو راح يكون ناجح. هو ناجح وراء كل رجل عظيم امرأة فعلا. احنا بديناها من امنا ونوصل لزوجاتنا. الام وقفت ويانا بالصغيره ولا هذا اللحظه امنا ويانا مجرد ترفع ايديها للسماء كلش كافي. وقفت ويانا بالصغيره والكبيره بعد ذهبها على مودنا وجابت ولبست وودت. وتجي على الزوجه انه هي تكون حزام لك، بان لا تكون انت القائد وهي الجند. انت ما راح تقصر وراح تطي وراح تحسك مسؤوليه ولازم تصرف عليه هديه. ترى الهديه باع يعني المريه قنوعه والله قنوعه. هديه بسيطه اذا عندك اكبر مشكله بالبيت، هديه بسيطه حتغير عقلها كله يتغير. وش قد ما احنا الرجال فطار، ترى احنا من فطار احنا فدنا وبتدري انت ما يحتاج اقول لك احنا مو بهديه، احنا بكل مجوز القشمر. بس هي المره ايش قد عنوديه ايش قد عصبيه تصير بهديه القشمر. فانت ايش قد ما راح تكون زين إلها، انا متاكد انت لا سامح الله متوقع راح تكون كل زين لك، راح توقف وياك وقفات ما زلم.
فانت قد ما راح تكون زينه بهاي الفتره زوجتك، اذا وقعت بيوم من الايام راح تكون هي سبب. بالنتيجه هذا راح يؤثر على ابنائك. بالمقابل هذا ابنائك راح يشوفون هاي العلاقه، راح يطلعون شخصيات تخبل، راح راح يعطيك يكون انعكاس علاقتك مش حقيقي. طيبه. الله يحفظ لك الاهل فدوى العمر حبيبي ابو علي، والزوجه وشغلك وعملك. اشكرك حبيب الروح، واتمنى لك كل التوفيق. فدوى لعمرك قلبي. بس اكو شيء انت ما قلته، ما اعرف انت تحب تقوله ولا ما تقوله. وهو يخصك انت، يخص اكو فد شيء ردت تكشف عنه او ما تكشف لي. انا ردت اقول لك ابو وقفت جعفر ابو بعد والله ما ادري، خليها بعدين للمستقبل. ابو ماكو. هو لا ماكو، بس هو يعني اذا الله رزقنا اي اذا ولد ابو علي، واذا ابو علي الدر، علي الدر. زين. انا متيم يعني متيم بحب الامام علي. سلام الله. علي الدر الذهب المصف، ابو علي الدر. زين. واذا بنت دره، ومو دره، دره الزهراء. سلام الله. سلام الله عليه. فان شاء الله بعد اول شيء ربنا علي مرزق. الله يرزقك. الله يخليك. شكرا كثيرا لك المؤثر جعفر السوداني، سعيد جدا علي. بهذا الحوار، واتمنى ان يستفيد الشباب اخوان الاخوات جميعا من كل هذا الطرح، كل هذا الكلام. قد ما حلوه، انا ما اعرف ايش قد صار الوقت، ما حسينا بالوقت، يمكن احنا عبرنا الساعه، عبرنا الساعه اكثر. هي قد ما حلوه وسوالف فضفض. انا اول مره اقعد افضفض ببرنامج، على صدق اول مره اقعد افضفض ببرنامج، ما قاعد قبل باي برنامج. لنا الشرف طبعا. لا لي والله لي الشرف، والله شاهد. وهاي للمشاهدين، ابو علي كان احد اسباب زواجي. أسأل الله يحفظ لك الأهل والعائلة الكريمة، ونشوف ذراريك إن شاء الله، وهم يحملون اسم جعفر السوداني وعائلة السوداني جميعا. شكرا كثيرا لك، والشكر موصول لكم مشاهدين ومستمعين الأحبة. نلقاكم على خير إن شاء الله في لقاء قادم من برنامج وجبة أفكار. في أمان الله.